السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلو بارد ما بياخدش منك 10 دقايق وبتكوني محضراه. سهل وبسيط بطعم المانجا بما اننا في موسم المانجا. بدون بيض وبدون فرن، عبارة عن طبقات من اللذاذة، كريمي جدا وبيدوب في البق. يلا بينا نشوف المكونات، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. واول مكون معانا هنعمله بطريقة بسيطة جدا، عبارة عن مكونين بس: كوباية من اللبن عليهم نص كوباية من السكر. ده طريقة تحضير الحليب المكثف بطريقة سهلة بسيطة، عبارة عن لبن وسكر بس. وطبعا لو انت عندك حليب مكثف جاهز هتكنسلي الخطوة دي. قلبهم تقليبتين كده عشان السكر يدوب شوية، بعد كده هبدأ ارفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما اتأكد ان السكر داب كويس جدا. هفضل اقلب لحد ما اللبن يبدأ يغلي معايا زي ما انتم شايفين كده، وتلاقيه بدأ فار معاكي. هتبدأي اول ما يبدأ يفور معاكي تهدي النار عليه، تسيبيه على النار الهادية مع التقليب كل شوية بالمعلقة كده. هتعرفي انك وصلتي للقوام المظبوط ازاي لحد ما يبقى اللبن معاكي لونه اصفر زي ما انت شايفة معايا كده، وكمان تحسي ان الكمية بتاعة اللبن قلت تقريبا للنص، وكمان هتحسي ان قوام اللبن بقى تقيل معاكي. هو دلوقتي قوامه خفيف لكن لما بيبرد بيبدأ يتقل معانا. تاني خطوة معايا وهي نص كوباية من الكريم شانتيه، هبدأ أضربه بمية متلجة. لازم المية تكون فيها قطع من التلج عشان قوام الكريم شانتيه يبدأ ينفش معايا. وكمان ممكن نستخدم لبن مفيش اي مشكله، بس لازم برضو يكون ساقع ومتلج عشان خاطر قوام الكريمه يبدا ينفش معانا. ابدا انزل بالميه بالتدريج لحد ما قوام الكريمه يبدا يظبط معانا. وطبعا كل نوع كريمه بيختلف من نوع للتاني على حسب كميه الميه اللي هياخدها. انا هنا مثلا خد معايا حوالي كوبايه الا ربع، ممكن عندك يزيد او يقل على حسب نوع الكريمه اللي انت مستخدماه. هزود الميه بالتدريج لحد ما اوصل لقوام كريمه متماسك زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد كده بقى هبدا ازود الاضافات اللي هتديها طعم مميز. اول حاجه معايا وهي مانجايه متوسطه او ممكن كمان تكون كبيره شويه لو حابين يكون طعم المانجا ظاهر اكتر. هبدا اقطعها وهرسها بشوكه لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. تاني حاجه معانا وهو اللبن المكثف اللي احنا عملناه، وزي ما انتم شايفين كده بعد ما برد قوامه بقى تقيل. انا كمان حطيته في التلاجة عشان يتقل معايا اسرع. وعايزه اقول لك على ملحوظه: لو حسيتي ان قوام اللبن المكثف ما تقلش معاكي يبقى هو كان لسه محتاج شويه على النار. تبداي ترفعيه على النار تاني وتسيبيه يغلي شويه كده لحد ما قوامه يتقل اكتر، وهيبدا يظبط معاكي القوام لما تسيبيه يبرد. بعد كده هابدأ بقى أضيف الإضافات اللي إحنا جهزناها مع بعض زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لِك كمان ملحوظة على الحليب المكثف: يُفضّل إنِّك تستخدمي لبن يكون خالي الدسم، علشان خاطر لو استخدمتِ لبن كامل الدسم اللبن قطّع معاكِ وبقى فيه تكتلات، فالأحسن إنِّك تستخدمي لبن خالي الدسم أو حتى لبن بقري، لأن الدسم بتاعه بيكون قليل وبيكون بيضبط القوام أكتر معانا. وبعد ما ضِفت الإضافات زي ما أنتم شايفين كده معايا، هابدأ أضربها بالمضرب الكهربائي كويس جدًا لحد ما يختلطوا مع بعض. هاضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما اوصل للقوام ده زي ما انتم شايفينه معايا كده، وتكون المكونات كلها امتزجت مع بعض. عايزه اقول لكم بجد طعم الكريمه ده يجنن، طعمها حلو جدا، تحسوا بجد انكم بتاكلوا ايس كريم من كتر حلاوه طعمها. بعد كده بقى معايا بسكوت ساده ومعايا كمان نص كوبايه من اللبن. كمان ممكن تضيفوا على اللبن عصير مانجا مركز هيديكوا طعم احلى للبسكوت. هبدا بقى اغطس البسكوت في اللبن وابدا ارصه جنب بعض زي ما انتم شايفين كده، وهكرر الخطوه لحد ما اخلص اول طبقه من البسكوت. بعد ما خلصت أول طبقة من البسكوت هابدأ أفرد عليها أول طبقة من الكريمة زي ما أنتم شايفين كده، أفردها وأسويها كويس على طبقة البسكوت زي ما أنتم شايفين معايا. وهاكرر نفس الخطوات لحد ما أخلص كمية البسكوت وكمية الكريمة اللي معايا، طبقة بسكوت وطبقة كريمة لحد ما أخلص كل الكمية وهكذا. دي كانت آخر طبقة معايا، هابدأ أفردها كويس زي ما أنتم شايفين كده وهازينها تزيين بسيط. طبعًا التزيين يرجع ليكم في الآخر، أنا هادّيكم بس فكرة. أنا هنا معايا عصير مانجا مركز ضربته من غير أي مَيّة خالص لحد ما شايفينه كده معايا بقى بالقوام التقيل ده. هابدأ أعمل بعصير المانجا اللي معايا دواير بالشكل ده، بعد كده هاجيب بعصاية الشيش طاووق وهابدأ أعمل حركات رايح جاي عكسي زي بالطريقة اللي أنتم شايفينها في الفيديو ده. أظن يعني الفيديو شارح أكتر من إن أنا أتكلم، هيدّيني الشكل الجمالي ده في الآخر. بعد كده هادخّلها التلاجة لحد ما تتماسك أكتر. وهنا بعد ما قعدت في التلاجة حوالي 3 ساعات لحد ما اتماسكت معايا، كل ما تقعد في التلاجة كل ما هتدّيكِ طعم أحلى. بعد كده زي ما أنتم شايفين معايا كده قطّعتها، طبعًا قطّعيها الحجم اللي أنتِ عاوزاه، حجم القطع زي ما أنتِ عاوزة. بجد يا جماعة طعمها روعة، حاجة كده تحفة. بجد عبارة عن طبقات من اللذاذة باردة وبترطّب علينا في الحر ده، حاجة كده يا جماعة طعمها روعة. بجد من كتر حلاوتها مش هتبطّلوا تعملوها، تحسّوا كده إنكم بتاكلوا آيس كريم. بجد طعمها يجنن والمانجا مدّياها طعم حلو جدًا، سهلة وخفيفة وبجد ميكس الطبقات مع بعض يجنن. وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.